صلى الله عليه وسلم قال سمعت فاطمة أنها كانت دخل عليها رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة صلوات فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذ بالله يا أبتاه من السرور فقال يا فاطمة ائتين بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا البدر يتلاله كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء قال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتعزمني أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد علمت لك ودخل معه تحت الكساء وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء بدل الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله أتعزمني أن أكون معكم تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك ودخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم وما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعزمني أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لواي قد علمت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتعزمني أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد علمت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمون ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدوا لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس
الرجس فطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماعا مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا جبلا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب يتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم صالصا. فقال الله نعم قد أذنت لك فأبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأ السلام ويغسل بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماعا مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم. فحتى أذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمير وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. ودخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله. जब कोई आयत आती है मेरे साथ तो रहिए إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. काफी तादाद में वो बनी रहा बाबा ने बड़ा निशान बहुत पड़ गई है. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس نهار تحت الكساء من الفضل عند الله. فكان النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الآن وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمن وحفت لهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فضل وفاض شيتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل النار وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيه محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وكذا الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فضل وسعدنا وكذلك شيئتنا قالوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. सबसे पहले वक्त के इमाम ज़माना की दुआ पढ़ते हैं जिसने करबला वालों का बदला लेना है जिसने अपने जद का बदला लेना है. सारे मुमिनीन हाथ उठाएंगे और दिल में ये तमन्ना करें कि मौला अब तो आ जाएंगे अब तो करबला वालों का बदला लेने के लिए तशरीफ लाएंगे. अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियका हुज्जत इब्न फुर्सत देता है. मेरे इमाम फरमाते हैं मेरा सलाम उन दादियों पर जब एक खाने को आग लग जाती थी मेरी दादियां
دوسرے خیمے میں چلی جاتی تھی، جب اس خیمے کو آگ لگتی پھر میری بیویاں دادیاں اگلے خیمے میں چلی جاتی، عروتیاں کو سے امام کی دعا مانگنی ہے اور کہنے مولا تیرے جد حسین کا بڑا ارمان، تیرے اکبر کا بڑا ارمان، تیرے قاسم کا بڑا ارمان، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائه فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ یا امام زمانہ ہمارے پرسے کو قبول فرمانا۔ عزادارو آپ عزاداری کر کے تھک گئے ہو، اصل عزاداری تو اب شروع ہوئے گا۔ ہاں کسی ماں کا قاسم مارا گیا، کہیں سے غارت یا ماں اکبرہ، کوئی بی بی کہہ رہی تھی ماں قاسم، کوئی قاسم کو رو رہی ہے، کوئی اکبر کو رو رہی ہے، جلتے ہوئے خیموں میں کوئی اس کونے میں بی رو رہی ہے، کوئی اس کونے میں بی رو رہی ہے۔ عزادارو بڑی مشکل یہ رات جسے شام غریبہ کہا جاتا ہے، ہم پر یہ لعنتی یزیدی کہتے ہیں تم شام غریبہ کیا مناتے ہو؟ لعنتی دیکھ میری بہنوں بیٹیاں زینب کو پرسوں دینے آئی ہے، میرے جمال اکبر کو رونے آئے ہیں، ہم بی بی زینب کو پرسوں دینے آئے ہیں۔ ہاں جب بھائی کے ساتھ چلی تھی شریکت الحسین، کبھی حسن بنی کبھی عباس بنی، آج کی رات علی کی بیٹی عباس بنی ہے اور فرماتی ہیں تمہارے بچوں، ارے جو بچ گئے ہو تم عباس کے پہرے پر سو جاتے ہو، آج علی کی بیٹی عباس بنے گی اور سڑی ہوئی جلی ہوئی ایک چھڑی اٹھائی علی کی بیٹی نے، کہا الحافظ والحفیظ، سو جا آج علی کی بیٹی پہرا دے گی۔ علی کی بیٹی کا پہرا دینا تھا